شباب، يلا 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 لنغني يا شباب، يلا يلا. نعرف اجتماع المظاهرة دي ليه؟ المظاهرة دي عشان احنا دلوقتي عاوزين الشرطة ترجع تمارس شغلها تاني. احنا عمالين نسمع عن سرقة عربيات، خطف أطفال، كده البلد كده باظت. عايزين الشرطة ترجع تاني شغلها بدل ما هم قاعدين برضه بيقبضوا وحاشين حياتهم. انا عن نفسي رحت مرة اشتكي الحاجة، قال لي انا مش نازل، انا لو نزلت الاهالي تتلم علينا تضربنا، احنا قاعدين في مكاتبنا اهوت مرتبنا ماشي تمام تمام. دلوقتي الراجل اللي فوق ده اهوت عمل لنا حاجات جميلة قوي. محافظ؟ كان مالناش، كنا شغالين قعدنا 9 سنين شغالين في مجلس المدينة من غير عقد. جاب لنا العقد، دخلنا له قابلنا، كويس ان هو قابلنا، غيره ما كانش قابلنا وقعدنا 10 ايام كنا ماضيين عقد. ان شاء الله عشان نبقى يد واحده والمعيشه والعيشه اللي احنا فيها والغاء المعيشه وكده والناس ترتاح ماشي، والمشاكل تنزل خالص لان في قعدنا في مجاعه. يعني انتوا بتتكلموا باسم الشعب عامة مش باسم حد معين، باسم الشعب كله. يد واحده عايز على الشارع. عايزين الحكومه تنزل عشان البلطجيه ماشي، وعايزين يشوفوا لنا معاش. جوزي تعبان ومعايا الورق اهو، جوزي تعبان وبيدونا 100 جنيه بس في الشهر، وانا معايا 4 تنفار. ما بنتش الا من الجامعه ثانيه جامعه كفاءه انتاجيه ماشي، وطلعتها عشان مش لاقيه اصرف عليها. ومعايا محمد في ثانيه اعدادي وشهد في ثانيه ابتدائي. طب يعني المظاهرة دي مش عشان الشرطة بس، عشان كله، عشان كل حاجة، عشان مطالبة. ال 100 جنيه تعمل ايه؟ الشرطه عايزين الشرطه تنزل عشان البلطجيه. انا بنتي كانت بتشتغل وقعدتها عشان خفت عليها من اللي بيطلعوا اللي بيخطفوا البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب التفاؤل اهل الشرقيه ولاد احسن بلد في مصر يفضل موجود معانا ويستمر معانا لحد ما نعدي الازمه اللي احنا فيها دي، لانها ازمه كبيره قوي. عايزين نحاول ان احنا نغير البلد شويه والشرطه تنزل. خلاص احنا دلوقتي عدينا الازمه بمرحله كبيره جدا، نحاول ان احنا نعديها بقى. كفايه كده، يعني الشرطه تنزل وتمارس تاني شغلها، والمحافظ يبقى مش كل مرؤوس يجي هنا ويقول لك انا عايز امشي. ما ينفعش الكلام ده. لا احنا عايزين اللي احنا عملناه هو كبير قوي، عايزين نكمله بقى. ان احنا مثلا بنحارب الفساد عايزين نستمر، مش احنا بنحارب لوحدينا والشرطه نايمه في بيوتها. لا ما ينفعش كده. انا شايفه ان المظاهرة مش الشرطة بس، انا شايفه ان المظاهرة مش الشرطة بس. العلاج تلج على ان انا مريض الكبد ولا لا علاج ولا في مظاهرات ثانية للمطالبة ماشي، الحياه ترجع زي ما هي. تمام. في ونبعد الناس الوحشه كلها. تمام. في مظاهرات يعني مش عشان الشرطة بس، ده في حاجات ثانية احنا دلوقتي في محافظة الشرقية قدام مكتب شكاوي خدمة المواطنين، مبنى المحافظة. مع جميع المواطنين من رجال الشرطة يقوم على الاحترام المتبادل مع تطبيق القانون وبحث وصرامة على المجرمين. ونحن الشعب نطلب التعاون مع رجال الشرطة في هذه المرحلة لعودة الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر، ويكفي بوجود الطمأنينة بين المواطنين لتواجد الشرطة لإعادة الانضباط والشعب وحد صفو المجتمع. والشعب وحده صف المجتمع المصري بكل فئاته لمهاجمة النصابين والبلطجية. والشعب يرحب وسعيد بعودة الشرطة. وللعلم إثارة الفتنة الطائفية محاولة لتشويه مصر، فإن ثورة 25 يناير فتحت الأمل لملايين المصريين لمستقبل مزدهر. وإذا 30 عام ومؤكد إن محاولات إحداث فتنة طائفية بين المصريين تعد مؤشرا لما يريده البعض من إفشال الثورة الناجحة وتشويه صورة مصر في الخارج. ومصر تعمل على بناء دولة مدنية حديثة لا مجال فيها للطائفية، والمصريين تعايشوا منذ قرون كإخوة وطن واحد. وأكيد سيتم التصدي لأي محاولات
الفتن بين المصريين بعضهم البعض سيتم معاقبته بشدة. والحمد لله بفضل الشرطة مصر بأمان، وبفضل الجيش مصر بأمان، وبفضل الشعب المصري مصر بأمان. والمناطق السياحية بشكل عام بها تواجد أمني.